بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ألتقي معكم اليوم في حلقة بسيطة ومختصرة عن بعض المفاهيم في الجيوماتكس التي رأيت أن أبناء الطلاب وخاصة المبتدئين منهم يخلطون ما بين معنى كل مفهوم من هذه المفاهيم والفرق بينهم، خاصة مفهوم الدقة والوضوح المكاني والصحة. أردت أن أسجل هذا اللقاء البسيط لأشرح الفرق بينهما لعل الجميع يستفيد من هذا الشرح. ومن المهم التفرقة بين بعض المصطلحات، وخاصة مصطلح Spatial Resolution أو درجة الوضوح المكاني، ومصطلح الأكيورسي أو الدقة. وهذا الفرق يجب أن نعرفه سواء بالنسبة للمرئيات الفضائية أو بالنسبة لنماذج الارتفاعات الرقمية العالمية. أيضا هناك مفهوم آخر وهو مفهوم البريسيشن أو الصحة، والفرق بين الصحة والدقة. وفي النهاية سنتحدث ولو سريعا عن أجهزة الGPS والدقة التي يمكن أن نحصل عليها من هذه الأجهزة في مختلف التطبيقات. قبل أن نبدأ نتحدث عن درجة الوضوح المكاني، تعالوا معا نحاول أن نعرف ما هو البيكسل أو الخلية التي نستخدمها في أي بيانات شبكية. أي راستر داتا عندنا بتبقى مبنية على خلية. يعني إيه خلية؟ نموذج الراستر عامة ما بيسجلش زي نموذج الفيكتور، بيسجل نقط و خطوط ومضلعات. لا، النموذج ذات نفسه بيبقى مكون من جواه من مصفوفة ليها عدد من الصفوف وعدد من الأعمدة المتساوية في المساحة والحجم. كل مربع من هذه المربعات اللي داخل النموذج ده اللي بنسميه بيكسل أو خلية. ده جوه النموذج ذات نفسه اللي بيمثل البيانات، لكن أنا بشوفه إزاي؟ يبقى البكسل الصغيرة دي هي لما بعرضها تمثل بنقطة على الشاشة، يعني داخلها مفيش معلومات ومفيش أي تفاصيل داخل البكسل دوت. ليه؟ لأنها هي ذات نفسها بتبقى على الشاشة مجرد نقطة. لكن طبعا من المهم إن داخل البكسل ديت في النموذج ذات نفسه بيبقى ليها قيمة، يعني ليها طول وعرض، دي أول حاجة، لكن ليها قيمة اتريبيوت. يعني مثلا لو في المرئية الفضائية بيبقى القيمة اللي جوه البكسل ديت هي كمية الإشعاع المنعكسة من سطح الأرض في هذه المنطقة، عشان البرنامج يقدر يترجمها بعد كده ويعرضها لي مرئية فضائية. لو جوه نموذج ارتفاعات رقمية يبقى الاتريبيوت بتاع البكسل ده هو قيمة الارتفاع أو المنسوب ذات نفسه، عشان البرنامج يقدر يتعامل معاها على إنها مربع معلوم المنسوب. إذن أي نموذج راستر في أي صورة من الصور مكون من مجموعة من البيكسلز أو الخلايا، كل خلية ما هي إلا نقطة على الشاشة. طيب ندخل بقى أكتر شوية. طب يعني إيه الريزولوشن، أو البعض بيسميها السباشيال ريزولوشن، درجة الوضوح المكاني في المرئيات الفضائية. تعال ناخد المثال اللي قدامنا على الشاشة كده. دول مرئيتين لنفس المنطقة المكانية. ايه الفرق ما بينهم؟ مجرد بالنظر كده هو ان في واحدة واضحة، يعني فيها تفاصيل كتير، اللي هي المرئية اللي على الشمال، بينما المرئية اللي على اليمين مش واضحة، يعني بتديني الشكل العام للمنطقة، لكن مش قادر اميز المباني اللي جوه كل مبنى فرقه ايه عن المبنى اللي جنبه يبقى في واحدة واضحة وواحدة غير واضحة. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان المرئية اللي مش واضحة فيها تفاصيل قليلة، والمرئية اللي واضحة طب ما فيها تفاصيل كتير. طب التفاصيل دي جاية منين؟ ايوه، يبقى حجم البكسل. احنا قلنا من شوية ان البكسل هي النقطة على الشاشة، يبقى لو حجم البكسل ده كبير، النقطة دي تمثل مثلا منطقة أو مساحة كبيرة على سطح الأرض، فبالتالي مش هعرف تفاصيل اللي جواه. ولو حجم البكسل ده صغير
يبقى التفاصيل هتبان. اذا حجم البكسل او حجم الخلية هو ده اللي احنا بنطلق عليه مصطلح درجة الوضوح المكاني، Spatial Resolution او اختصارا Resolution. بناء على كده حتى ما بنتكلم بقى في المرئيات الفضائية والاستشعار عن بعد، بنقول نقدر نقسم انواع المرئيات بناء على درجة الوضوح المكاني بتاعها. عندنا 3 انواع. في مرئيات بنسميها بسيطة الوضوح المكاني، اللو ريزولوشن ايمج، يعني البكسل بتاعها بيكون اكبر من 10 في 10 متر. يعني ايه؟ يعني مرة تانية النقطة على المرئية اللي احنا قلنا عليها اسمها بكسل تمثل على سطح الارض مربع طوله 10 وعرضه 10 متر، يعني جواه مش شايف اي تفاصيل لان دي نقطة، فدي بنسميها مرئيات بسيطة الوضوح. ودي المرئيات المجانية اللي احنا بنجيبها زي اللاندسات مثلا. النوع الثاني مرئيات متوسطة الوضوح، ميديم ريزولوشن، البكسل بتاعها او الخلية بتاعتها او النقطة بتاعتها على المرئية تمثل من 1 إلى 10 متر. اما لو عاوز تفاصيل عالية جدا فبدور على النوع الثالث، المرئيات عالية الوضوح، الهاي ريزولوشن ايمج، ان البكسل بتاعها او النقطة بتاعتها تمثل على الارض اقل من متر في متر، فبالتالي انا شايف كل متر في متر شايفه نقطة، فشايف كمية تفاصيل كبيرة، عشان كده بنسميها هاي ريزولوشن او عالية الوضوح. النوعين الثاني والثالث مش ببلاش، دي مرئيات اقمار صناعية تباع، مش هلاقيها على النت، لان دايما السؤال ده بيجي لي كتير، اجيب من فين الموقع اللي بيديني مرئيات عالية الوضوح؟ لا، مفيش موقع هيديك مرئيات عالية الوضوح. مرئيات عالية الوضوح دي اقمار صناعية لشركات تجارية، فالشركة بتبيع المرئيات بتاعتها ولا تعرضها مجانا على النت. الجدول ده بيبين لنا بعض امثلة لبعض انواع الاقمار الصناعية المستخدمة في الاستشعار عن بعد ودرجة الوضوح او الريزولوشن بتاعتها. بس لازم ناخد بالنا ان درجة الوضوح لكل قمر بتختلف، هل الصورة بتاعته ملونة متعددة الاطياف ولا الصورة بتاعته اللي هي الباناكروماتية اللي هي ابيض واسود بس. فدايما الريزولوشن بتاع الابيض واسود بيكون اقل من الريزولوشن بتاع نفس المرئية لو هي متعددة الاطياف. فالامثلة اللي قدامنا مثلا زي الورلد فيو، الريزولوشن بتاعته 3/10 من المتر، يعني 30 سم في الباناكروماتيك. ناخد مثلا الكويك بيرد القديم كان 65 سم، الايكونوس كان 82 سم، لغايه ما نوصل للسبوت 6 وسبوت 7 اللي هم المشهورين قوي 1.5 متر. اما نوصل بقى لللاندسات سواء 7 أو 8 بنتكلم على 15 متر درجة الوضوح المكاني، يعني على مرئية اللاندسات النقطة الواحدة على المرئية تمثل على سطح الأرض 15 في 15 متر، جواها مفيش أي تفاصيل لأن هي مجرد نقطة. بينما في الورلد فيو 3 الأولاني النقطة عليه تمثل 30 في 30 سم من سطح الأرض، بالتالي شايف كمية تفاصيل عالية جدا. فده الفرق ما بين أنواع المرئيات الفضائية في الاستشعار عن بعد لو قسمناهم إلى مرئيات عالية الوضوح أو متوسطة الوضوح أو قليلة الوضوح اللي هي البسيطة الوضوح. والإجابة برضو على السؤال اللي بيجي لي كتير جدا، أجيب منين فين الموقع اللي بيديني مرئيات عالية الوضوح؟ مفيش موقع، لأن دي صور تباع في وكيل لكل شركة، كل شركة من دول عندها وكيل في كل بلد وهو اللي بتطلب منه المرئية ويقول لك تمنها كام، بتدفع تمنها ويديها لك. اللي على النت كله اللو ريزولوشن، مرئيات بسيطة الوضوح اللي هي البكسل بتاعها أكبر من 10 في 10 متر. ننتقل بقى للمفهوم الثاني، الأكيورسي أو الدقة. ببساطة كده هوت الناس بتوع الإحصاء بيقولوا إيه؟ كلمة الدقة أو الأكيورسي هي قيمة إحصائية تعبر عن مدى قرب قياس من الحقيقة.
او الفرق ما بين قيمة مقاسة والقيمة الحقيقية لها. ده التعريف. يعني ناخد مثال، لو انا مسكت شريط كده اهوت وقست مسافة طلعت 70 سنتي، اقول لك طب دقتها كام؟ يبقى بناء على المفهوم ده انا عاوز اقارن القيمة المقاسة بالقيمة الحقيقية. طب انا مش عارف القيمة الحقيقية، يبقى البديل ان انا اعيد قياس بوسيلة اكثر دقة من الشريط عشان يديني حاجة موثوق بيها اكتر. مثلا هقيسها بالمسطرة، المسطرة مدرجة بمليمتر، يعني هشوف الاجزاء المليمتر، الشريط كان مدرج بالسنتي بس، فلو قستها بالمسطرة طلعت مثلا 70 سنتي و3 ملي، يبقى هعتبر ان دي قيمة حقيقية، اطرح القيمة المقاسة من القيمة الحقيقية، يبقى الفرق اللي هو 3/10 سنتي يعني 3 ملي دول دقة قياس هذه المسافة. بناء على التعريف البسيط دوت، هل ده ليه اي علاقة بالبكسل ودرجة الوضوح المكاني؟ لا، ده مفهوم وده مفهوم تاني خالص. طيب نطبق الكلام دوت على المرئيات الفضائية. طب احنا عرفنا درجة الوضوح المكاني بتاع المرئية اللي هو البكسل. طب اما اقول دقة المرئية اطبق نفس المفهوم، الفرق ما بين قيمة الاحداثات المقاسة على المرئية وقيمة الاحداثات الحقيقية لنفس المكان. يبقى انا لو عندي مرئية في البرنامج قست احداثيات اي هدف، قلت له النقطة دي اديني الاكس والواي بتاعها كام، اداهم على الشاشة. دقتها قد ايه؟ دقة الاحداثيات او القيم اللي انا مطلعها من المرئية. يبقى انا زي ما قلنا محتاج ان انا اعرف الاحداثيات الحقيقية لهذا الهدف. طب انا ما اعرفش الاحداثيات الحقيقية، يبقى محتاج اعرف احداثيات دقيقة لهذا الهدف. يبقى اروح مثلا اقيس المكان ده احداثياته بالجي بي اس، يبقى انا عندي الاحداث اللي جاي لي من الجي بي اس احداث دقيق، الاحداث اللي جاي لي من المرئيه ذات نفسها اطرح الاثنين من بعض، يبقى ده دقه المرئيه. وغالبا اما باخد مفهوم دقه المرئيه ما بعتمدش على نقطه واحده، لا اكرر الكلام دوت لمجموعه من الاهداف او مجموعه من النقاط واخد المتوسط بتاعهم واقول عليه ده دقه المرئيه. يبقى مهم جدا ان الدقة مختلفة تماما عن مفهوم درجة الوضوح المكاني بالنسبة للمرئيات. لازم النقطة دي نبقى فاهمينها كويس ونعرف الفرق ما بينهم. يبقى الدقة الاكيورسي حاجة والريزولوشن حاجة تانية خالص، مفيش علاقة ما بينهم. لكن بستفيد منهم في ايه؟ يعني لو انا جاي لي مثلا عندي مرئية بسيطة الوضوح المكاني، البكسل بتاعها 10×10 متر، عاوز اعمل لها ارجاع جغرافي، هي النقطة بتاعتها 10×10، يعني معنى كده هوت ان انا ممكن اعمل عملية الارجاع الجغرافي بتاعها. انا مش عاوز احداثيات استخدمها في الارجاع تكون دقتها عالية قوي، فبقول في هذه النوعية من المرئيات الفضائية اكتفي بس ان انا انزل بجهاز جي بي اس محمول، او حتى اجيب احداثيات من الجوجل ايرث، سواء الجي بي اس المحمول او الجوجل ايرث. احنا عارفين ان الدقة بتاعته في حدود من 3 ل5 متر. طب اذا كانت المرئية ذات نفسها انا بقول 10×10، البكسل بتاعها في 10×10، يعني جوه ال10×10 متر انا مش شايف تفاصيل، خلاص يبقى كفاية قوي ان انا اعمل عملية الارجاع الجغرافي لهذه النوعية من المرئيات بسيطة الوضوح المكاني باجهزة او بوسائل غير دقيقة تماما. لكن العكس بقى، لو جايالي مرئية عالية الوضوح المكاني، يعني الورلد فيو جت مرئية مثلا والبكسل بتاعها 40×40 سنتي، فيها تفاصيل عالية جدا وعاوز اعمل لها ارجاع جغرافي جي ريفرنس، هل ينفع ان انا انزل بجهاز جي بي اس محمول بقى واخد الاحداثيات عشان اعمل الارجاع؟ لا طبعا. في هذه الحالة محتاج جي بي اس هندسي بيديني دقة عالية اللي هو سنتيمترات مثلا عشان اقدر اعمل الارجاع الجغرافي. ولو بعد ما بعمل الارجاع الجغرافي يعني عملته بدقة عالية، يبقى المرئية دي اصبحت النهاردة عالية الوضوح
الريزولوشن بتاعتها عالي جدا وايضا الدقة بتاعتها عالية، وهو ده الاسلوب اللي انا اقدر اخد بيه المرئيات دي استخدمها في الاستخدامات التي تتطلب دقة عالية زي تنفيذ المشروعات. يبقى عندي ريزولوشن عالية وفي نفس الوقت عندي دقة عالية. طيب ده بالنسبة للمرئيات الفضائية. تعالوا نطبق نفس الكلام على نماذج الارتفاعات الرقمية، الدم. بس نوعية الدم العالمية، الجلوبال دم، اللي احنا بنجيبها كلنا من النت وبنعمل لها داونلود. يبقى هي مجموعة من نماذج الأرصاد، هي أرصاد أقمار صناعية، لكن أقمار صناعية من نوع الرادار بتغطي العالم كله، وبالتالي تستطيع قياس قيمة الارتفاع عند أي نقطة على سطح الأرض. ودي كلنا بنشتغل بيها لأنها مفيدة جدا في الدراسات، كذا نوع من أنواع الدراسات البيئية والجغرافية والهندسية، وأقدر بعد كده أطلع منها الخرائط الميول وخرائط الأسبكت وخرائط الهيل شيب. يعني معروفة تماما نماذج الارتفاعات الرقمية العالمية. لكن تعالوا نسأل نفسنا الريزولوشن بتاعتها كام؟ درجة الوضوح المكاني. يبقى احنا قلنا درجة الوضوح المكاني هي حجم البكسل. يبقى اعرف البكسل او النقطة على النموذج تمثل كام على سطح الارض، يبقى هو ده درجة الوضوح المكاني. فمن بعض الامثلة النماذج اللي كلنا عارفينها وبنشتغل عليها، مثلا SRTM1 هو بيقول لي ان هو 1 ثانية، يعني النقطة عليه تمثل 1 ثانية، والواحد ثانية تساوي كام؟ 30 متر. اذا الريزولوشن بتاعته 30 في 30 متر. ده بالنسبة له بياخدوا نقطة على الشاشة، ونقطة واحدة فيها قيمة واحدة للارتفاع. يعني جوه 30 في 30 متر انا مش شايف اي تفاصيل للطبوغرافيا او الارتفاعات. ده هو بيعتبرها ان دي مجرد نقطة وبيديني قيمة زد واحدة لهذه الخلية كلها. نموذج تاني SRTM 3 ثانية يعني 90 متر. يعني النموذج ده درجة الوضوح المكاني بتاعته 90 في 90 متر. دي بالنسبة له نقطة على النموذج وداخلها قيمة واحدة للارتفاع، القيمة المتوسطة. مفيش أي تفاصيل للتضاريس داخل 90 في 90 متر، وهكذا. الأسطر 1 ثانية يعني 30 متر، الإرث إن في 90 3 ثانية يعني 90 متر، وفي بنوصل لغاية الجي توبو 30 ثانية يعني 900 متر. يعني النقطة في البكسل الواحدة تمثل 900 في 900 متر، يعني تقريبا 1 كيلو في 1 كيلو. ده بستخدمه عشان ما تقلش الملفات بتاعتي، ما اكون بدرس منطقة كبيرة جدا، دولة مثلا ولا حاجة، فكفاية أوي إن أنا أشتغل على الريزولوشن ديت عشان الملف ذات نفسه ما يبقاش حجمه كبير أوي. طيب احنا عرفنا من شوية الفرق ما بين الدقة ودرجة الوضوح بالنسبة للمرئيات. طيب نقول نفس الكلام بقى بالنسبة لنماذج الارتفاعات. ايه الاكيورسي بتاعتها؟ ايه الدقة بتاعتها؟ طبقنا نفس المفهوم، يبقى انا عاوز اقيس مجموعة من الارتفاعات على النموذج ويكون عندي قيمة الارتفاع الحقيقي لهذه النقاط عشان اعرف الفرق ما بينهم واجيب الدقة بتاعت النموذج دوت. فواحد من البحوث اللي عملتها انا والاستاذ الدكتور خالد الغامدي في جامعة ام القرى، ان احنا خدنا كذا نوع من انواع النماذج العالمية المتاحة على النت، وعندنا بيانات حقيقية مقاسة وقارنا ما بين الاثنين. فمثلا النتائج في منطقة الدلتا في مصر مثلا، هو لقينا ان الارث ان في احسن نموذج الدقة بتاعته 2 متر، بينما SRTM1 2.5، الجي توبو 6 متر، الأسطر 5 متر، الجلوب 6 متر، وهكذا. قلنا طيب هنقارن في منطقة تانية يمكن الدلتا منبسطة وما فيهاش تضاريس عالية كبيرة، نقارن في مكة المكرمة وفيها جبال وارتفاعات ضخمة وتضاريس كبيرة، برضه نفس الكلام وإن كانت اختلفت القيم. الإرث إنف طلع أحسن نموذج لكن دقته 4.7 متر. يعني الخطأ المتوقع فيه لما اجي اقيس اي نقطة اقول للنموذج ارتفاعها كام، يبقى القيمة اللي بيديها لي النموذج فيها خطأ زائد 5 متر او ناقص 5 متر، وهكذا. الجلوب مثلا 12 متر، SRTM 6. يبقى كلمة الدقة ممكن ناخدها بطريقة تانية، ان هو الخطأ المتوقع في اي قياس من النموذج دوت.
يبقى النماذج دي اذا كانت الدقة بتاعتها في مصر 2 متر يبقى ما تنفعش ان انا اشتغل بيها للتخطيط او للمشروعات اللي عاوز انفذها. دي ممكن يبقى كويس او في دراسة بيئية، في دراسة جغرافية، دراسة استكشافية عن منطقة، لكن لما اجي اخطط او انفذ مشروع النماذج ديت اللي هي المجانية اللي بجيبها من النت ما تنفعش في هذه التطبيقات. ننتقل للمفهوم الثالث بقى اللي هو الصحة او البريسيشن. ان البعض برضه بيخلط ما بين الدقة والصحة، الاكيورسي والبريسيشن، وبيستخدم كل واحدة فيهم في معنى ربما هو المعنى الثاني وليس المعنى الحقيقي. هناخد مثال بسيط كده وصغير. انا قست مسافة بالشريط كذا مرة، يبقى اول مرة كانت 71، تاني مرة 73، تالت مرة 72، 70، 71 سم. انا بقيس مسافة بالشريط وبكرر القياس والحاجات قريبة من بعضها، النتائج كلها قريبة من بعضها. لكن لو واحد سألني المسافة دي دقيقة؟ اقول له طالما ان الشريط بتاعي كويس اذا الشريط بيقيس مسافة 1 سم. اصغر وحدة او اصغر مقياس على الشريط هو ال1 سم، يبقى دقة قياس هذه المسافة هي 1 سم. يبقى قيمة المسافة ذات نفسها اخد المتوسط، لان انا عندي خمس قياسات، اخد المتوسط يبقى المسافة الدقيقة 71.4، ودقتها قد ايه يا عم؟ دقتها 1 سم. الشريط بتاعي كده. مين اللي قالك ان الشريط بتاعك كويس؟ يعني لو الشريط ذات نفسه اللي انت بتقيس بيه فيه عيب وانت ما تعرفش، يبقى المسافة لن تكون دقيقة حتى وان كانت كل القياسات اللي انا بعملها قريبة جدا من بعضها. وده اللي بيمثله الرسم دوت. يبقى الصحة او البريسيشن مدى قرب القياسات من بعضها البعض، قريبين من بعض قد ايه. لكن الاكيورسي الدقة زي ما عرفناها لسه من 5 دقايق فاتوا مدى قرب القياسات من القيمة الحقيقية. يبقى في فرق كبير ما بينهم. عشان كده بيجي لنا ال4 حالات دول. يعني لو بصينا للحالة الاولانية مثلا، هنا ادي المسافة القيمة الحقيقية اهي، والقياسات بتاعتي يعني بعيد عنها شوية، فاقدر اقول ان دي صحة منخفضة وان كانت الدقة عالية. هم قريبين من المسافة الحقيقية لكن مش مع بعضهم في اختلاف. هنا قريبين جدا من بعضهم البعض فالصحة بتاعتهم عالية، البريسيشن عالية، لكن اساسا هم بعيد عن القيمة الحقيقية، يبقى الدقة منخفضة. الحالة ديت القياسات بعيدة جدا عن بعضها وكمان بعيدة عن القيمة الحقيقية، يبقى دي لا بريسيشن ولا اكيورسي، صحة منخفضة ودقة منخفضة. الحالة المثالية انه يبقوا قريبين جدا من بعضهم القياسات وفي نفس الوقت قريبين من القيمة الحقيقية للهدف المقاس، يبقى دي بريسيشن عالية واكيورسي عالية، صحة عالية ودقة عالية. يبقى المهم ان في فرق في المفهوم ما بين كلمة بريسيشن وبين كلمة اكيورسي او الدقة والصحة. طب بنحسبهم ازاي؟ لو حد عاوز يدخل في التفاصيل يعني الاحصائية، الصحة هي الانحراف المعياري ما بين القياسات ومتوسطها. يبقى اطرح اجيب متوسط القياسات، اطرح الفرق ما بين المتوسط وما بين كل قيمة انا قستها، مربع الفروقات دي لو قسمته على عددهم يبقى يديني ده الانحراف المعياري المعبر عن الصحة. يبقى دول انا مش محتاج اي حاجة من بره، القياسات واجيب لهم المتوسط، يبقى ده البريسيشن او الصحة. طب لو عاوز اعرف الاكيورسي بقى، لا الاكيورسي يبقى عاوز اعرف القيمة الحقيقية او مصدر اخر اعلى دقة من الطريقة اللي انا بشتغل بيها بحيث ان اعتبره قيمة حقيقية. يبقى نفس المعادلة هي لكن الفرق ما بين القياسات والقيمة الحقيقية لها. يبقى لو انا عندي
القيمة الحقيقية للمسافة اللي أنا بقيسها، يبقى كل قياس أطرحه من القيمة الحقيقية مربع الفروقات دي أقسمه على N هيديني الانحراف المعياري للقيمة الحقيقية، يبقى ده الأكيورسي. لكن لو استخدمت المتوسط ما جبتش معلومة من بره، يبقى ده بريسيشن أو الصحة. النقطة الأخيرة اللي هنتكلم فيها النهارده برضه، لأن في ناس كتير يعني بتغلط برضه فيها أو بيجي لهم لخبطة فيها، أجهزة الGPS دقتها قد إيه؟ طب الأول نتكلم على أنواع أجهزة الGPS. عندنا 3 أنواع: أجهزة محمولة يدويا أو بنسميها الأجهزة الملاحية النافيجيشن. النوع الثاني الأجهزة الهندسية الجيوديتك، وطلع ما بينهم من 10 سنين كده أو 15 سنة النوع الثالث اللي هو أجهزة مخصصة لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، حتى بنسميها GPS GIS. نتكلم ببساطة عن كل نوع منهم. الأجهزة الملاحية أجهزة رخيصة، ليه؟ لأن لا تحتاج دقة عالية في تصنيعها ذات نفسها. الأول أو ما زالت كان بيبقى جهاز الهاند GPS دوت جهاز لوحده. تطور الموضوع لغاية ما أصبحت ما هو إلا شيب أو شريحة ممكن أو كلنا بنحطها النهاردة جوه الموبايل أو الجوال بتاعي، وبيديني إحداثيات. وإن كان ما زال موجود النوع الأولاني اللي هو جهاز الهاند GPS أو الجهاز GPS المحمول لسه برضه موجود. ناس كتير برضه يعني بتتلخبط دقة الأجهزة دي قد إيه. يعني الناس بيشوف مثلا جهاز صغير والشاشة بتاعته أبيض وأسود ومش عارف إيه، وفي جهاز تاني لا الشاشة بتاعته ملونة والشاشة كبيرة وفي ذاكرة كبيرة يبقى أكيد دقته أحسن. لا، اختلفوا في كل المميزات ديت: حجم الشاشة، حجم الذاكرة، نوع البطارية، في خرائط جواه ولا لا. كل دي اختلافات وبالتالي تأثر على سعر الجهاز. لكن لما اجي للدقة كلهم بدون استثناء نفس الدقة، من 3 إلى 5 متر في الإحداثيات الأفقية الإكس والواي، ومن 6 ل 10 متر في الارتفاعات أو الزد. يبقى مع اختلاف إمكانيات الجهاز كل الأجهزة الملاحية أو الأجهزة المحمولة يدويا لها نفس الدقة. النوع الثاني أجهزة هندسية، فبالتالي في تقنية كبيرة جدا في تصنيع الجهاز، عشان كده غالية. دقتها قد ايه؟ برضه بتختلف طبقا لإمكانيات كل جهاز، لكن نقدر نقول ببساطة إنها بتعطي دقة سنتيمترات. شوف الأجهزة الملاحية كنا بنتكلم من 3 ل 5 متر الدقة، لا هنا سنتيمترات، من 3 ل 5 سنتي. ودي اما اجي اشتغل بيها ما بشتغلش بجهاز، يا اما جهازين على الاقل، واحد فيهم بحطه على نقطه معلومه الاحداثيات والتاني هو اللي بتحرك بيه. او في بعض الدول في محطه ثابته بتعمل لي تصحيحات وتبثها لي لاسلكي، بحيث ان لو انا استخدمت جهاز واحد وفي نفس الوقت بستقبل الاشارات او التصحيحات من هذه المحطه بقدر اوصل لدقه السنتيمترات. يبقى يا اما الاسلوب ده يا اما الاسلوب ده. النوع الثالث بقى الأجهزة المخصصة لنظم المعلومات الجغرافية. يبقى التقنية بتاعتها تقنية بسيطة متوسطة، لا هي تقنية رخيصة زي المحمول ولا هي تقنية عالية جدا زي الأجهزة الهندسية، حاجة في النص، وبالتالي ثمنها برضه متوسط، لا هو رخيص زي الأجهزة الملاحية ولا هو غالي قوي زي الأجهزة الهندسية. الدقة بتاعتها بنتكلم تقريبا في حدود أقل من متر، ممكن نص متر، ممكن 70 سنتي، ممكن 40 سنتي، تختلف على حسب إمكانيات كل جهاز. وبرضه طريقة الشغل بتاعتها نفس الكلام زي الأجهزة الهندسية، إما إن أنا أشتغل بجهازين أو يبقى في محطة ثابتة تديني التصحيحات في هذه المنطقة. يبقى ده فرق ما بين الثلاث أنواع لأجهزة الGPS ودقة كل نوع من هذه الأنواع. طيب في الآخر بس هتكلم عن حاجة صغيرة قوي، إيه بقى الجديد اللي بيحصل في GPS بالذات؟ النهاردة عملوا، احنا لسه بنقول إن في شريحة GPS تحول في الآخر بيبقى شريحة جوه الموبايل أو جوه الجوال، بس ده بيديني دقة من 3 ل 5 متر زيه زي الجهاز الملاحي. لا، في بعض الاتجاه أو اتجاه إن يتعمل شريحة من نوع خاص
تستقبل ترددين من ترددات الأقمار الصناعية بدل من تردد واحد، وبالتالي الدقة بتاعت الشريحة اللي هتتحط جوه الموبايل بتوصل إلى سنتيمترات 10-15 سنتي. بس ده لسه حاجة جديدة بدأت مع بداية السنة دي 2019 ولم تنتشر بعد، مجرد معلومة بس. في بعض الشركات قدرت فعلا تعمل الموبايلات ديت بالدقة دي في الGPS بتاعها. يبقى ده أول يعني حاجة حديثة حصلت في 2019. برضو من ضمن الحاجات اللي في الGPS ان انا ممكن اشتغل بجهاز واحد. احنا لسه بنقول يا اما اشتغل بجهازين، يا اما اكون في المنطقة بتاعتي محطة مرجعية تبص لإشارة التصحيح. طب لو انا في دولة او في مدينة ما فيهاش محطات مرجعية يبقى لازم اشتغل بجهازين. لا، هنا في شركات عالمية بتقدم لي خدمات التصحيح بتبثها من خلال القمر الصناعي، لكن الخدمات دي مقابل اشتراك مادي مش مجانا. يبقى انا هجيب الجهاز بتاعي، ادخل على الشركة، ادفع الاشتراك بالفيزا، الجهاز بتاعي وهو بيشتغل GPS بيستقبل الاشارات التصحيحات اللي بعتها لي الشركة دي. وبالتالي بهذه الطريقة اقدر ان انا اوصل الاجهزة الهندسية او اجهزة تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الدقة بتاعتها اقدر انزلها الى سنتيمترات وانا شغال بجهاز واحد فقط. وفي شركات كتيرة بدأت تعمل الخدمة دي بالاشتراك زي تريمبل ولايكا وستار فاير. كل دي اصبحت هناك خدمات لكن الخدمة باشتراك وليس مجاني. يبقى دي بس نبذة كده ايه اللي حصل في الGPS الفترة اللي فاتت. يبقى ده موضوع بسيط زي ما قلت، حبيت ان انا بس اعيد تعريف المصطلحات ذات نفسها عشان زمايلي واخواتي وابنائي اللي لسه بادئين في الموضوع او في التعليم في الجيوماتكس عامه يقدر يفرق ما بين هذه المصطلحات ويقدر ياخد صوره عن المعلومات اللي احنا اتكلمنا عليها. ارجو الا تنسوني من دعائكم ظاهر الغيب، ان يغفر الله لي ولوالدي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.